انت ممكن تفتح الكاميرا وتلاقي نفسك قاعد قدامها وعمال بتسترسل وعمال بتتكلم وعندك حاجات كتير جدا عمال بتقولها او عايز تقولها، بس لقيت نفسك انا مش عارف اقول ايه. انا عندي حاجة هنا بس مش عارف اقولها، مش عارف انظمها. هتطلع قدام الكاميرا، هتفتح كاميرتك، هتفتح موبايلك، هتفتح اللي هتفتحه علشان انت تطلع تتكلم. لازم تكون مرتب حاجة، لازم تكون محضر حاجة. لازم ان انت علشان تقول على نفسك ان انا بقدم محتوى ليه قيمة على اليوتيوب او على اي بلاتفورم، لازم تكون محضر حالك وعارف هتقول ايه للي قدامك. يعني انت في الاخر لو كده خلاص مشيها ستوريز بقى واطلع قول اللي انت هتقوله واعمل اللي هتعمله. لكن هتطلع تتكلم على مبدأ او تتكلم بالطريقة بتاعت ان انت عايز تأثر في الناس، عايز تأثر في حياة الناس بجد، عايز ان انت تعمل لهم حاجة، لازم تكون مرتب ولازم تكون منظم. مش بقولك ان انت يبقى عندك حد بيكتب لك سكريبت، لان ديت ليها ناسها. يعني انا واحد عندي حد شاطر جدا 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 بيكتب لي سكريبتات، بس انا من جوايا انا ما بعرفش اقول سكريبت. بقعد اتملاه واقعد اقول واتلجلج واقف واعمل وبتاع، بس دي طريقتي. اعرف ناس تانيين زي مثلا شادي حبشي لما كان بيجي عندي نوت يصور في الاستوديو، شادي كان بيبقى معاه رزم. انا شادي كان ساعات يقول لي مثلا ايه: مينا معلش انا مش هقدر اجي النهارده وهاجل النهارده عشان مش حافظ. شادي بيحفظ السكريبت بتاعه، بعيدا عن ان هو بيحضره او ان هو دلوقتي بقى معاه تيم ضخم بيحضر معاه، لان لازم نقول بيحضر معاه مش بيحضر له. لانه شادي لغايه النهارده ما بيقدرش ان هو ما يبقاش بيتدخل في السكريبت اللي بيكتب له او في المحتوى اللي بيتقدم من عنده. هو لا، هو انا وبقراه وبراجعه انا بتكلم بلسان شادي وبحفظه، ومعايا الورق بتاعي كريفرنس ك برجع له. لكن الاساس بتاعي بحضر. الاساس بتاعي ان انا عرفت حلقتي هتبقى ماشيه في انهي سكه، الدايركشنز بتاعتها ايه، الهوك اللي هبتدي بيه، اللي جوه في النص هيبقى ايه، هقفل بايه. بناء عليه انا بقدر اسهل على المونتير اللي هيشتغل مثلا هيحط ايه حاجات، هيحط ايه شغل جرافيكس، هيحط ايه صورة لعيب فلاني، هيحط فيديوهات شكلها ايه في الحتة الفلانية. لو معاه سكريبت ومتحضر له هتلاقي ان انت شغلك مشي سلس، هتلاقي ان اللي قدامك بيستفاد بجد. ليه؟ علشان انت لما بتبتدي تكتب حتى لو مش سكريبت، احنا دلوقتي بنخرج بره فكرة السكريبت، بس على الاقل بيبقى قدامك انا عايز اروح في الحتة الفلانية ديت، انا عايز اتكلم على اليوتيوب بالطريقة الفلانية ديت، فانا لازم هقول للناس عشان تستفيد مني ان في الحتة الفلانية ديت بنقول كذا، وفي الحتة الفلانية ديت ان شاء الله لو نقط اكتب لنفسك نقط علشان تبقى عارف انا النقطة ديت هسترسل فيها وكل حاجة، لكن النقطة ديت انا هقولها، انا عايز اقولها، انا مش هغفلها. لما بتبقى راسم لنفسك طريق او سكة للحلقة بتاعتك صدقني بتنجح جدا. انت نفسك بتحس ان انت انا قدمت حاجة عليها القيمة، انا قدمت حاجة تقيلة، مش حاجة خفيفة، مش حاجة اللي هو طلعت قدام الكاميرا لا فلان عمل ومش عارف ايه وشفت لما راح ولما جه ومش عارف ايه. فين القيمة اللي انت قدمتها؟ ما قدمتش قوي قيمة يعني. لكن لما بتكون انت مثلا لا في التاريخ الفلاني الساعة كذا حصل كذا، ده جاب الجون الفلاني. انا هتكلم برضو اكتر شوية عن حتة الكورة بس يعني مش قوي، بس عشان ديت من اكتر الحاجات اللي انا شفتها عندي في الاستوديو هنا هوت. احنا بنتكلم عن الدقايق وبنتكلم عن الاجوان والجون والماتش الفلاني سنة ما اعرفش 82 خلص كذا كذا ومين اللي جاب الجون ومش عارفة ايه. فانت بتعرف تكون الفكرة اللي انت عايزها وتعرف تخلي الجمهور مستني ومتشوق، ايوه اللي بعدها ايه، طب البوينت اللي بعد دي ايه، طب انت الحته ديت انت داخل لها، ويبقى يبتدي بقى كمان الاودينس بتاعتك والجمهور بتاعك يبقى عارفك وعارف طريقتك اللي عشان انت عرفتها له، عشان عندك سكه انت ماشي فيها، هيبقى عارف ان انت بترمي له الجمله الفلانيه ديت او الحاجه الفلانيه دي هوك اصلا اللي بعدها. فاهم الفكره؟ لكن لو انت قاعد قدام الكاميرا مش عارف انا جاي اعمل ايه ولا رايح فين ولا هقول ايه، لا دي مشكلة، ومشكلة كبيرة مش صغيرة. مع اني ساعات كتير بعمل الكلام دوت، بس بفضل قاعد قدام الكاميرا. لو انا هصور حلقة نص ساعة ربع ساعة، انا ممكن اقعد قدام الكاميرا ساعة ونص
واقعد اعيد وازيد وارتب في افكاري تاني واعمل. طب ليه نعمل في نفسنا كل ده يا باشا؟ ما تقعد اكتب البوينتس اللي انت عايزها، شوف انت عايز تمشي في الفيديو دوت هو اصلا ايه الفيديو، هتتكلم عن ايه. طيب حلو، انا عرفت ان انا هتكلم عن الاضاءات، حلو قوي. طيب انت عندك كام نوع اضاءة؟ اشكالهم ايه؟ ما ال الاوكتا، البارابوليك. بتشوف انت هتمشي في انهي حتة عشان لما تيجي تطلع تتكلم تبقى مرتب، تبقى عارف البوينتس اللي انت تتكلم فيها، ما تنساش حاجة، وتعرف ان انت في النص تبقى عارف ان انا هقول الكلمة الفلانية ديت عشان الجمهور بتاعي عرف ان انا لما هقول كذا هو هيبقى متشوق مستني اللي بعدها. لما هعمل كذا جمهوري هيبقى متشوق وفاهم كويس قوي ان في حاجة بوم، في حاجة جاية مستنيينها. لكن لو انا بسترسل كده مع نفسي، مش اسلوب غلط وهجيله وهتكلم عنه، بس انا قصدي انت عايز ان انت تقدم قيمة وتقدم فايدة والناس اللي قدامك تبقى بتسمعك وبتتفرج عليك وعارفة ان انت هتعمل لهم حاجة، ده لازم يبقى مرتب. لازم يبقى في لحظة ما من الشغل بتاعك، لان ده شغلك، هيبقى معاك تيم، هيبقى معاك واحد بيأدت، واحد بيصور، واحد بيكتب لك، واحد او بيساعد في الكتابة. هيبقى معاك منظومة لما هتوصل لها هترتاح وهتنتج اكتر وهتنتج احسن. لكن عشان توصل لدوت، عشان توصل للمنظومة بتاعت شادي حبشي مثلا، لا، ده في كتير قبل كده. هو ده علشان توصل لدوت انت قعدت تكتب بنفسك وتعمل ريسيرشات وتعمل. لان خلي بالك، اللي بيخرج من بقك قدام الكاميرا لو مش صح مشكلة، لو فاتية مشكلة، لو مش دقيق مشكلة، لو قلت ان الحاجة الفلانية دي تمنها باكس وطلعت اكس الا مش عارفة ايه، الناس تشكك فيك، الناس تشكك في نزاهتك اصلا. ده انت اصلا هتضرب فيها فلوس وهتعمل وبتاع ومش عارفة ايه. وده ما اسهله بقى عندنا على اليوتيوب او السوشيال ميديا في العموم. فانت عايز ان انت تبدأ في المحتوى بتاعك، رتب افكارك. مش هقول لك لا على ان انت في الاول حاسس ان هو انا، طب انا عندي حاجه ما عنديش حاجه، طب انا عندي تالنت ما عنديش تالنت، موهوب مش موهوب. افتح الكاميرا، افتح الموبايل، وابتدي اتكلم، اقعد اتكلم. لانك كل ما هتتكلم قدام الكاميرا وكل ما هتتكلم قدام المايك بتاعك او التليفون بتاعك والمايك بتاعك، كل ما انت ما في حته كده زي ما بيقولوا ايه، بتبريك الايس ما بينك وما بين الكاميرا. القعده قدام الكاميرا في الاول او القعده قدام الموبايل، القعده قدام آلة قدامك صعبه، مش سهله خالص. بتلاقي نفسك مش فاهم هو انا بكلم مين، طب ابص فين، طب هقول ايه، طب هعمل ايه، حتى لو انت محضر. فانا متفاهم ان انت ممكن في الاول، او انا ممكن اقول لك في الاول اكسر بس الحاجز بتاعك انت والكاميرا والمايك بتاعك، عشان لما تيجي تبابلش وتبتدي تقول انا موجود وهبتدي اتكلم، لا، هتلاقي ان انت خلاص انت عارف بتقول ايه وجاي منين ورايح فين والكلام ده كله. عايز تبابلش وتبتدي تنشر الحاجات اللي انت عملتها في الاول، دوس، بس اعملها كتير. يعني نزل بكترة علشان تكسر ده بسرعة، عشان تكسر الحاجز بتاعك ما بينك وما بين الكاميرا بتاعتك اسرع شوية. اكسر كل ده كله، وبعد كده تبتدي بقى هتلاقي نفسك ايه، طب نهدى بقى شوية، خلاص انا بقيت في ناس مستنيه ان انا هتكلم، نهدى، نمسك العقل، نبتدي نكتب، او نبتدي على الاقل نكتب نقط هنتحرك فيها، تمام، ونبتدي نشوف بقى. طب احنا كده خلاص بدأنا نعمل الفان بيز شوية، بدأ يبقى عندنا ناس بتقول الحلقة ما نزلتش، انت ما طلعتش قلت كذا، انت ما اتكلمتش في كذا. طب حلو قوي، يلا بينا يا باشا ننتقل للليفل اللي بعده. نشوف بقى، طب نحسن الصوت، نحسن الصورة. الصوت اهم من الصورة 100 مليون مرة في الاول. الصوت اهم من الصورة 100 مليون مرة في الاول. انت الناس ممكن تتقبل ان الصورة تبقى فيها اللي فيها، لكن مش هتتقبل ان هي ما تبقاش سامعاك كويس. دي من اهم النصايح اللي انا اديها لك. الصوت لو مش كويس، لا، في عندك مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. فهتبتدي تشوف بقى انا انفست في ايه، انا هبتدي بقى اصرف في ايه. هل اخلص واروح على استوديو من بابه؟ هل انا عندي الفلوس او البادجت ديت ان انا اقدر اتحرك فيها ولا لا؟ طب لو انا مش هتحرك واروح ان انا ابقى في استوديو او في حتة بروفيشنال، طب انا لو انا في البيت ايه اللي انا اقدر اعليه؟
ممكن نجيب لنا حته اضاءه ازيد. طيب طب نعلي المايك شويه، نخليه الهوليلاند مثلا الوايرلس، ونركبه على الموبايل عادي. حلينا حاجه، حلينا الحاجه التانية. مع الوقت هتلاقي نفسك عمال بتبتدي تعلي في الكواليتي. ومع الوقت بيبقى عندك الخبرات اللي انت بتكتسبها، اذا كان في طريقة كلامك او اذا كانت في ادارة محتواك، اذا كان في الكتابة بتاعتك، اذا كان في تحضير الفكرة بتاعتك، اذا كان الواي اصلا. انا قعدت مدة طويلة، وعلى فكرة ده لغاية قريب مش بعيد، انا عمال بدور هو انا هتكلم عن ايه. هل هتكلم عن الكورة؟ انا بحب الكورة جدا، عندي باشن رهيب للكورة، ومعظم الكلاينتس الموجودين عندي في كرييتورز هنا هم بتوع كورة. هو ببقى قاعد كده عينيا منوره كده، ان هو انا اصلا بقدم محتوى. انا ليه مش هنا؟ انا ليه مش ده؟ انا مش قاعد هنا ليه؟ انا مش قاعد في وسط الناس دي ليه؟ انا اصلا بعرف اقول. ولا خليني مركز في الاستوديو والكلاينتس بتاعتي، علشان لما بركز في المحتوى بتاعي الكلاينتس بتبتدي تقع مني. قصة كده برضو انا هتكلم معاكم في حلقة ليها علاقة بإدارة الاستوديو وإدارة المكان دوت، وان ازاي يبقى عندك برودكشن هاوس بمحتوياتها، بالكلاينتس، بالسوشيال ميديا، بالماركتينج، بالتيم اللي موجود، بكل حاجه. يعني ودي ممكن ما تبقاش حلقه، دي ممكن تبقى سلسله طويله، مش حلقه واحده. بعد كده طب اعمل البودكاست بتاعي. طيب انا عندي نتورك كويسه، طب اعمل البودكاست بتاعي. نعمل البودكاست بتاعنا، يلا يا باشا ابتدي. طب نتكلم في الكوره تاني، ماشي اتفضل نتكلم في الكوره تاني، ابتدي اتفضل. طب ارجع اتكلم، طب اتكلم عن المايكات، ما انا بفهم في المايكات وبفهم في الاضاءات وفي التصوير وفي الايديتنج، وبفهم بلامم حاجات كتيرة قوي مع 6 سنين برضو. يعني الواحد قاعد في الحتة دي بقاله 6 سنين في حتة البرودكشن. طب ما نتكلم وندي الناس تيبس وتريكس. طب اتفضل. تلاقي نفسك زي حالاتي كده، انا تهت. طب انا هعمل المحتوى ده ولا هعمل المحتوى ده ولا هعمل المحتوى ده ولا هعمل المحتوى ده؟ كلمة السر الاستمرارية. لو انت بقى مستمر، انت هتلاقي الواي بتاعك بيفتح، هتلاقي الاودينس بتوعك، هتلاقي الحتة اللي انت ايوه انا كده صح، انا كده بتكلم صح، انا في ناس مستنيه اللي انا بقوله دوت، وانا مبسوط مستمتع وانا بعمل الكلام ده، مش مجبر عليه علشان اصل هو انا صاحب استوديو فانا لازم اتكلم على الاضاءه ولازم مش عارفه ايه. لا انا ما هو خلاص بقى انا الكلاينتس بتوعي كوره فانا لازم اتكلم في الكوره. لا، لو في استمراريه كانت موجوده عندي كانت هتسهل عليا القصه دي جدا جدا جدا. التحضير وان انت تبقى عارف انت رايح فين وجاي منين مع الاستمراريه، هو ده من اهم الحاجات انك تبدا بيها المحتوى بتاعك. مش بس الكاميرا، مش بس الاضاءه، لا المايك لازم، لا المايك لازم يبقى كويس. غير كده هوت ابدا. غير كده هوت زي ما قلنا قبل كده، اقفل عينك، سد ودنك، وابتدي شوت. اشتغل كتير، اكسر الحاجز اللي ما بينك وما بين الكاميرا وما بينك وما بين الناس، واتكلم على قد ما تقدر لغايه ما في لحظه ما انت لوحدك هتبقى عارفها. نهدى، نتك كده ايه، ونمسك العقل ونشوف بقى احنا رايحين في انهي حته. هنكتب ولا مش هنكتب؟ هنجيب سكريبت رايتر ولا لا؟ هنكتب سكريبت ولا بنكتب بوينتس بس؟ هنكتب نقط ولا هنكتب سكريبت كامل اللي هو مينا قال مش عارف ايه وحرك ايده ولا همشيها ازاي؟ انت لوحدك هتعرف، بس لازم تبدا. لو وصلت للحته ديت من الحلقه، اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس. كان معاكم مينا دويني من كرييتورز ستوديو، معرفش ليه بقول اسم الاستوديو. سلام.